مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان جه وخلص ودخلنا على عيد. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. حبيت اخدكم بقى جولة كده بعد ما خلصت الشقة، وطبعا بقى وعملنا الكحك والبسكوت ونواعم العيد. كل سنة وانتم طيبين. خلصنا بقى كل حاجة بفضل ربنا، الحمد لله والشكر لله. وحبيت اخدكم كده جولة بقى بعد ما خلصت الشقة. طبعا قبل ما ابدا اي حاجه بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. جزاكم الله خير يا رب، وكل سنه وانتم كلكم طيبين وبالف خير يا رب. اول حاجه كانت اوضه النوم زي ما انتم شايفين كده، كنت خلصتها الحمد لله رب العالمين. وبعد كده هوريكم بقى الكحك والبسكوت اللي احنا عملناه نواعم العيد. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكلها عامل ازاي، والبسكوت ما شاء الله كل حاجه الحمد لله بفضل الله عملناها. بجد كانت جميله جدا جدا. اللهم بارك بجد. على قد ما شهر رمضان جميل جدا جدا، بس دوت بجد اكتر شهر احنا بنتعب فيه. بنتعب في البيت وبنتعب في نواعم العيد. بجد مفيش حاجة سهلة والله، الحمد لله رب العالمين. قد ايه الواحد لما بيخلص الحمد لله بيته وبيفرشه، قد ايه بيبقى نفسيته مرتاحة جدا جدا. هنا حبيت برضو اوريكم كده الحاجات بقى الحلوة، لوازم العيد بقى طبعا اللي بيبقى الولاد فرحانين بيها، وفي نفس الوقت لو جالك ضيوف بتقدمي منها. واحنا طبعا كمان بنحب الحاجات ديت طبعا في العيد او غير العيد. بتبقى طبعا التسالي دي جميلة جدا جدا. شوفي بقى لما تكوني خلصتي بيتك كده وخلصتي كل اللي وراكي، وتقعدي بقى كده تتسلي كده، يعني خلاص بقى بجد تعبنا عايزين نرتاح بقى. وهنا بقى هنحط كده برضو مع بعض اللب والسوداني. طبعا الطبق ده للتقديم حلو جدا. الطبق ده بيبقى ليه غطا كده او علبة كده ليها غطا، بيتحط فيها طبعا التسالي بتاعة العيد. انا هنا بقى جايبة لب اسمر ولب ابيض. الحاجات دي بتبقى حلوة والله. وجايبة لهم لب سوري، جايبة لهم شوكولاتات كده. طبعا جنب الشوكولاته اللي احنا كنا عاملينها هوريكم بقى الشوكولاته اللي احنا كنا عاملينها الفيديو اللي فات. بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا مش حاطاها في تلاجة ولا حاجه، والله اللهم بارك، ولا ساحت ولا حصل لها اي حاجه. عاملينها بطريقه حلوه ومظبوطه، وطعمها بجد تحفه جدا. اللهم بارك ما شاء الله، طلعت بجد جميله جدا جدا. هنا بقى هنفضي كده اللب السوري. طبعا الحاجات دي بتبقى حلوة في العيد وبتبقى غير العيد، بس بصراحة يعني بصراحة أنا مش بتقل فيها قوي علشان خاطر الملح، لأن طبعا كل الحاجات دي بتبقى فيها ملح، اللب والسوداني والحاجات دي، فاحنا برضو ما نكترش منها علشان خاطر الملح. انتوا عارفين ان الملح أصلا بيتعب. هنا بقى يلا بينا كده هوريكم بقى الشوكولاتة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. طبعا عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، هي اتاكل منها يعني ما شاء الله بالهنا والشفا يا رب. كلوا منها كتير، وبصوا ما شاء الله تفضل قد ايه. انا فضيت هنا بقى البونبونيره كده علشان محتاجاها ان انا احط فيها. شايفين الشوكولاته اللي احنا كنا عاملينها الفيديو اللي فات؟ تحفه بجد، جميله جدا جدا. اللهم بارك، طلعت جميله بجد والله ما شاء الله. وبصوا زي ما انتم شايفين كده شكلها متماسك وجميله بجد. هتنفع طبعا للضيوف ان شاء الله باذن الله اللي هيجوا، هنقدمه برضو منها. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بعد ما رصيت بقى الحاجه كده، عندي بقى البونبونيره هحط فيها كده شويه من البسكوتات كده، شوية من الشوكولاتة البونبوني الحاجات ديت. برضو الحاجات دي بتبقى جميلة جدا، بس برضو ما نكترش منها، لان انتوا عارفين برضو الشوكولاتات والحاجات دي، لان كلنا عارفين ان الشوكولاتات طبعا بتتخن، فطبعا ايه نقلل برضو، يعني نخلي بالنا برضو من الحاجات دي. مش عشان احنا جايبين اللهم بارك حاجات كتير يبقى احنا كل شوية هناكل منها، لا. يعني هي على الاقل واحدة او اتنين في اليوم حاجة كويسة جدا، علشان خاطر طبعا الشوكولاتة والحاجات دي طبعا ما شاء الله يعني بتتخن، واحنا مش ناقصين بقى. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين حطيت البسكوتات كده والبونبوني والحاجات ديت كده في قلب البونبونيره. هي طبعا البونبونيره طلعت صغيره بس مش مهم، لما يخلص طبعا اللي موجود فيها نبقى نحط تاني. زي ما انتم شايفين هعمل لكم بقى شويه دقه كده للترمس تحفه. انا هنا بقى بعد ما رصيت الحاجه كلها كده على السفره، عايزه اقول لكم اني انا نسيت خالص احط الترمس والفول والحلبه، الحلبه المنتظره اللي في ناس مستنيين الحلبه يشوفوها. الحلبة طلعت جميلة جدا جدا قسما بالله، طلعت تحفة. وهقول لكم طبعا وانا يعني ما اوريكم الترمس هقول لكم الطريقة اللي انا عملت بيها الحلبة. كانت طريقة سهلة وكانت جميلة جدا جدا. اللهم بارك، الترمس كده مع الفول مع الحلبة حاجة بجد تحفة ما شاء الله. انا عايزة اقول لكم ان انا سبت كل الحاجات اللي قدامكم دي اللهم بارك ورحت للترمس والحلبة. بجد جميل، والفول ما شاء الله اللهم بارك، بجد جميل جدا جدا. لان انا بحب الحادق، مش بحب الحاجات المسكرة قوي، بحب الحاجات اللي هي بيبقى فيها حدقان شويه كده، زي طبعا الترمس والفول والحلبه.
بيبقى حاجات حلوة جدًا، جدًا، وبعدين حاجات بقى طبيعية كده، يعني الترمس فيه فايدة كتير والفول والحلبة مفيدة جدًا، جدًا، بجد ما شاء الله عملناها برضه بطريقة حلوة جدًا، وكان طعمها بجد تحفة جدًا. شايفين بقى كحك العيد؟ ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدًا، جدًا. أنا عايزة أقول لكم والله العظيم إن أنا فرّقته، يعني الكميات اللي عندي بقت كميات بسيطة، لإن أنا والله يعني فرّقت منه كتير اللهم بارك، فالحمد لله رب العالمين برضه ربنا كرمني الحمد لله وعندي الحمد لله. وطبعًا لمّا تعملي حاجة وتفرّقي منها ربنا بيبارك لِك في بقية الحاجة اللي عندِك، بجد ما شاء الله يعني اللهم بارك على قد اللي أنا طلّعته ما شاء الله، بس برضه الحمد لله رب العالمين عندي برضه شوية حلوين الحمد لله والشكر لله. أنا بصراحة متعودة كده زي ماما، أحب أعمل الحاجة وأفرّق منها، ما باحبش أعمل الحاجة وأسيبها وأخلّيها، لأ لمّا بافرّق أو أطلّع من الحاجة اللي موجودة في بيتي قد إيه ربنا بيكرمني، قد إيه والله العظيم باحس إن الحمد لله إن ربنا مبارك لي في الحاجة، اللهم لك الحمد ولك الشكر. هنا بقى كنا دخلنا كده على الأنتريه وبعد ما فرشناه، والله عايزة أقول لكم بجد حقيقي تعبت جدًا، جدًا والله في الشقة، وأكيد كلنا تعبنا كستات بيوت كلنا بنتعب والله الحمد لله رب العالمين، بس طبعًا هي تنضيفة العيد بتبقى صعبة شوية، وهنا طبعًا أوضة الولاد زي ما أنتم شايفين برضه كنت الحمد لله رب العالمين خلّصتها الحمد لله والشكر لله، وحبيت بقى إن أنا كده أرش بقى شوية معطر كده علشان الشقة كلها تبقى ريحتها حلوة. دعواتكم ليّا بقى عندي ثانوية عامة، دعواتكم ليها كده ادعوا لها بالنجاح. شايفين طبعًا الترابيزة منوّرة كده بالكتب اللهم بارك يعني، ربنا يا رب ينجّحها يا رب هي واخواتها وكل من كان يا رب اللهم آمين يا رب. وهنا طالعين بقى على برّه، وآخر حاجة هنعملوها مع بعض هي الترمس. الترمس هاعمل له شوية دقة بجد تحفة جدًا، طبعًا أنتم عارفين العيد يعني ترمس، يعني لازم نعمل له كده حاجة تخلّي الطعم بتاعه خيال، وفعلًا هو دوّة اللي أنا عملته، بأمانة عملت شوية دقة تحفة جدًا. إن شاء الله بإذن الله كل اللي في بيته ترمس يعمل بقى الطريقة دي، وإن شاء الله هتدعوا لي من الجميل. أنا هنا معايا بولة حطيت فيها ليمونتين كبار كده هاعصرهم زي ما أنتم شايفين. أنا عايزة أقول لكم والله العظيم شوية دقة تحفة، اللي حابب إن هو يشرب بالمعلقة بقى يشرب براحتكم. وهنا هانزل كده بمعلقة من الملح، هانزل بمعلقة كده من الشطة، يعني حطينا ليمون وشطة وملح، وأحط في حدود كده معلقتين 3 كده من الخل. وهنحط كمان كوباية من المَيّة، كوباية واحدة، شايفين اللون؟ تحفة، بجد الطعم جميل جدًا، جدًا. أهم حاجة إن هي تكون فيها حدقان شوية علشان لمّا نحط الترمس بقى يبقى كده إيه طعمه حلو. عايزة أقول لكم بجد جميل جدًا، جدًا. أنا بقى هنا صفيت الترمس من المَيّة زي ما أنتم شايفين، ونزلت بقى في قلب الدقة الجميلة دي، بجد طعمها تحفة. أنتِ مش عايزة تحطي مش حابة إن أنتِ تحطي كلّه كده في الدقة ديّة عشان ما يبقاش كلّه حامي، خدي حبة كده ورشي عليهم حبة من الدقة، هيكون طعمها برضه حلو جدًا. بس بصراحة إحنا بنحب الحامي، فعشان كده أنا حطيت العلبة، أنا طلعوا معايا علبتين من الترمس، خدت علبة منهم كده وحطيتها زي ما أنتم شايفين. ممكن إن أنتِ تحطيه بقى في الدقة دي وتسيبيها شوية، وممكن إن أنتِ تحطي حبة كده في طبق وترشرشي عليهم وخلاص، بس بجد جميل. تعالوا بقى شوفوا الحلبة، الحلبة طلعت تحفة بجد، والفول ما شاء الله اللهم بارك طلع جميل جدًا، جدًا. وعلى السريع هاقول لكم الحلبة بتتعمل إزاي، بتجيبي شاشة بيضا كده وتبليها مَيّة وتحطي شوية حلبة بعد ما تغسليها، وبعد كده بتجيبي شاشة تاني عليها على الوش، يعني أنا عملتهم زي 3 طبقات من الشاش، وبعد كده حطيت ما بين كل طبقة وطبقة حبة الحلبة، كل يوم لمدة 5، 6 أيام بارشرش عليها مَيّة كده من فوق، وما شاء الله بتطلع كده نبتت كده زي ما أنتم شايفين وطلعت جميلة جدًا، جدًا. بس هي المفروض إن هي تبقى أطول من كده، أنا طبعًا نسيت وكانت هي برّه التلاجة، أنا نسيت وحطيتها في التلاجة، لمّا حطيتها في التلاجة إن هي تنبِّت تاني مش هتنبِّت خلاص بقى، لإن الساقعة خلّتها وقفت، بس والله العظيم طلعت تحفة جدًا زي ما أنتم شايفين، اللهم بارك، طلعت جميلة، شايفين شكلها عامل إزاي؟ بجد تحفة جدًا. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدًا وبسيط، يا رب فيديو النهارده يعجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.